في لحظة واحدة فعلا ممكن خريطة القوى في شمال أفريقيا تتقلب. مش حرب عسكرية، مفيش دبابات ولا طيارات، لكن في مشروع واحد بس لو نجح ممكن يغير مين اللي يتحكم في اقتصاد المنطقة كلها. الجزائر عندها كنز ضخم جدا تحت الأرض، مليارات الأطنان من خام الحديد في منجم اسمه غار جبيلات. المشكلة مش في وجود الحديد، المشكلة كانت دايما إزاي تطلعه وتنقله وتكسب منه. هنا بقى القرار الكبير، تبني خط سكة حديد بطول يقرب من 1000 كيلومتر في قلب الصحراء علشان تربط الجنوب بالشمال وتنقل الحديد للمصانع والمواني. بس الموضوع مش داخلي بس، في نفس الوقت المغرب عنده ميناء طنجة المتوسط، واحد من أقوى المواني في العالم وبيتعامل مع ملايين الحاويات سنوياً. ومصر بتبني ممرات لوجستية عملاقة علشان تبقى مركز تجارة عالمي بين آسيا وأوروبا. الصين داخلة بمليارات علشان تضمن مكانها في أي مشروع استراتيجي جديد. يعني ببساطة كل الأطراف موجودة، وده يخلي السؤال مش مجرد مشروع ناجح ولا فاشل، السؤال الحقيقي مين هيكسب السيطرة على سلاسل التوريد في المنطقة؟ لأن اللي بيسيطر على النقل والموارد والتصنيع هو اللي بيمسك اللعبة كلها. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. خلينا نبدأ من الأساس الحقيقي للقصة، منجم غار جبيلات. المنجم ده مش مجرد موقع تعدين عادي، ده واحد من أكبر احتياطات الحديد غير المستغلة في العالم. الأرقام بتقول حوالي 3.5 مليار طن من خام الحديد. عشان تفهم الرقم ده خلينا نقارنه بالعالم. أستراليا أكبر مصدر حديد في العالم، بتصدر سنوياً حوالي 900 مليون طن. البرازيل المنافس الثاني حوالي 400 مليون طن. يعني الدولتين دول لوحدهم مسيطرين على أكتر من نص السوق العالمي. طب والجزائر؟ لسه في البداية. الخطة بتقول إن الإنتاج يوصل ل 50 مليون طن سنوياً في المرحلة المتقدمة. الرقم ده أقل من أستراليا والبرازيل، لكن كفاية يخلي الجزائر لاعب مهم خصوصاً في السوق الأفريقي والأوروبي. لكن في مشكلة أساسية لازم تتقال بصراحة، جودة الخام. خام غار جبيلات فيه نسبة فوسفور عالية، وده بيخلي استخدامه في صناعة الصلب صعب جداً. عشان يتحول لمنتج صناعي لازم يتعالج بتقنيات إضافية، وده بيرفع التكلفة. في استراليا مثلاً تكلفة استخراج الطن ممكن يكون ما بين 20 ل 30 دولار، في البرازيل من 25 ل 35 دولار. في الجزائر التقديرات بتقول إن التكلفة ممكن توصل ل 50 أو حتى 60 دولار للطن بعد المعالجة والنقل، وده فرق كبير. لكن في المقابل الجزائر عندها ميزتين، أولاً الاحتياطي الضخم اللي يضمن إنتاج لعقود طويلة، ثانياً الموقع الجغرافي. قرب الجزائر من أوروبا ممكن يقلل تكلفة الشحن بشكل كبير مقارنة بالبرازيل اللي بتشحن عبر المحيط الأطلسي. يعني رغم إن الإنتاج أغلى الشحن أرخص، وده جزء من المعادلة اللي الجزائر بتراهن عليها. كمان لازم ناخد في الاعتبار إن أسعار الشحن العالمية بتتغير بشكل كبير حسب الأزمات. في 2021 مثلاً تكلفة الشحن البحري زادت أكتر من 3 أضعاف بسبب أزمة سلاسل الإمداد. ده معناه إن القرب الجغرافي مش ميزة بسيطة، ده ممكن يكون عامل حاسم في الربحية وقت الأزمات. خط السكة الحديد. المشكلة الكبيرة في أي مشروع تعدين مش الاستخراج، المشكلة الحقيقية هي النقل. منجم غار جبيلات موجود في منطقة بعيدة جدا عن أي مواني أو مصانع. لو حاولت تنقل الحديد بالشاحنات التكلفة هتكون ضخمة جدا ومش عملية على المدى الطويل. عشان كده الجزائر قررت تعمل حاجة جريئة، تبني خط سكة حديد بطول يقرب من 1000 كيلومتر. الخط ده مش مجرد وسيلة نقل، ده العمود الفقري للمشروع كله. خلينا نبص على الأرقام. نقل طن واحد لمسافة طويلة بالشاحنات ممكن يكلف من 60 ل 80 دولار، نفس الطن بالقطر ممكن يكلف من 20 ل 30 دولار، يعني فرق ممكن يوصل 50 دولار في الطن الواحد. لو الجزائر بتنقل 40 طن سنوياً فإحنا بنتكلم عن توفير ممكن يوصل ل 2 مليار دولار. دي أرقام ضخمة جداً. كمان القدرة التشغيلية مهمة، كل قطار ممكن يشيل حوالي 10,000 طن مع تشغيل 24 قطار يومياً، ده يعني حوالي 240 ألف طن في اليوم، وده يخلي الخط ده واحد من أكبر خطوط نقل المعادن في أفريقيا. لكن في تحديات. الصحراء بيئة قاسية جدا، درجات حرارة ممكن توصل ل 50 درجة، عواصف رملية ممكن تغطي القضبان، كل ده بيزود تكاليف الصيانة بشكل مستمر. يعني المشروع بيوفر فلوس في النقل لكنه محتاج إنفاق مستمر علشان يفضل شغال بكفاءة. وفي نقطة تانية مهمة، أي تعطل في الخط ده حتى لو يوم واحد ممكن يوقف سلسلة الإنتاج بالكامل،
وده بيخلي إدارة المخاطر في المشروع ده بنفس أهمية البناء نفسه. لازم يكون في خطة بديلة ومخازن احتياطية ونظام صيانة سريع جدا علشان يقلل أي توقف. معركة النفوذ في شمال أفريقيا، هنا بقى القصة بتتحول من مشروع اقتصادي لصراع نفوذ حقيقي. المغرب مش ساكت. ميناء طنجة المتوسط بقى من أكبر المواني في العالم وبيناول أكتر من 9 مليون حاوية سنوياً، وده مخليه بوابة رئيسية بين أفريقيا وأوروبا. مصر كمان داخلة بقوة. مشروع الممرات اللوجستية زي السخنة والدخيلة بيهدف لربط البحر الأحمر بالمتوسط وتقليل زمن الشحن بنسبة توصل ل 40%. يعني عندك دلوقتي 3 نماذج: المغرب لوجستيات وتصدير، مصر ممرات تجارة عالمية، والجزائر موارد وتصنيع. الجزائر بتلعب لعبة مختلفة وده أخطر. ليه؟ لأن الدولة اللي بتتحكم في المورد والتصنيع والنقل بتتحكم في القيمة الكاملة. خلينا نبص على الفرق. طن الحديد الخام بيساوي حوالي $100، أما طن الصلب المصنع ممكن يوصل من 600 ل $800. يعني القيمة بتزيد 6 أو 7 مرات. لو الجزائر قدرت تعمل ده مش هتبقى مجرد دولة مصدرة، هتبقى منافس صناعي حقيقي، وده ممكن يضغط على أوروبا اللي بتعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج. يعني المنافسة مش إقليمية بس، دي ممكن تبقى عالمية. ولو الجزائر قدرت تدخل في تصنيع الصلب بكفاءة ممكن نشوفها بتنافس في أسواق زي جنوب أوروبا أو حتى الشرق الأوسط، خصوصاً مع زيادة الطلب على مشروعات البناء والبنية التحتية، وده ممكن يخلق تحالفات اقتصادية جديدة في المنطقة. الصين هنا مش مجرد مستثمر. الصين بتلعب لعبة طويلة. الصين بتستهلك أكتر من 50% من الحديد في العالم وبتستورد أكتر من مليار طن سنوياً، لكن عندها مشكلة: اعتمادها الكبير على أستراليا. أي توتر سياسي ممكن يهدد الإمداد، فالصين بتعمل إيه؟ بتدور على مصدر جديد، وهنا الجزائر بتيجي كفرصة. الصين شاركت في تنفيذ مئات الكيلومترات من خط السكة الحديد، وده جزء من مبادرة الحزام والطريق. المبادرة دي حجمها بيتجاوز $1 تريليون وهدفها ربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، لكن في الحقيقة الهدف الأعمق هو تأمين الموارد والتحكم في طرق التجارة. يعني الصين مش بس بتستثمر، دي بتبني شبكة نفوذ، وده بيطرح سؤال مهم: هل الجزائر بتكسب من الشراكة ولا بتدخل في اعتماد طويل المدى؟ الإجابة غالباً في النص، مكسب وفي مخاطرة. وفي تجارب تانية في أفريقيا شفنا دول دخلت شراكات كبيرة مع الصين وحققت تطور سريع في البنية التحتية، لكن في نفس الوقت زادت ديونها بشكل كبير. فالسؤال هنا مش بس عن المشروع، لكن عن إدارة العلاقة على المدى الطويل. التحديات: رغم كل الأرقام الكبيرة المشروع ده مش مضمون النجاح. أول تحدي البيئة. الصحراء واحدة من أصعب الأماكن للبنية التحتية، حرارة عالية، رمال، تآكل مستمر. تاني تحدي التكلفة. لو تكلفة الإنتاج النهائية وصلت 60 أو $70 للطن فالمنافسة مع أستراليا والبرازيل هتكون صعبة. تالت تحدي السوق العالمي مش مستني حد، في عقود طويلة الأجل بين كبار المنتجين والمشتريين. عشان الجزائر تدخل لازم تقدم سعر منافس أو قيمة مضافة أعلى. رابع تحدي التصنيع. لو الجزائر فضلت تصدر خام بس مكسبها هيكون محدود، لكن لو دخلت في تصنيع الصلب المكسب ممكن يتضاعف، وده محتاج استثمارات إضافية في مصانع ومجمعات صناعية وكمان تدريب عمالة وتطوير تكنولوجيا. يعني المشروع مش بس سكة حديد ومنجم، ده بداية سلسلة صناعية كاملة لو اتنفذت صح. في النهاية المشروع ده مش مجرد سكة حديد، ده اختبار حقيقي لقدرة الجزائر إنها تتحول من اقتصاد معتمد على الطاقة لاقتصاد صناعي متكامل. لو نجحت ممكن تبقى لاعب أساسي في أفريقيا، لو فشلت هتكون صرفت مليارات بدون تأثير حقيقي. السؤال الأخير: هل الجزائر بتبني مستقبل جديد ولا بتخاطر بمشروع أكبر من قدرتها؟ بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.